الريسيبي بتاعت النهاردة مخصوص للناس اللي بتحب الباستا والجمبري. باستا بينك صوص بالجمبري، غرقانة صوص وخطيرة. أول حاجة هنحتاج جمبري متوسط أو كبير، ده مغسول ومتنضف كويس. حطيت له زيت زيتون وملح، واستخدمت كل السبايسز بتاعتي من باب الشام. حطيت فلفل اسود، بابريكا، توم باودر، وحطيت نص معلقة صغيرة بابريكا مدخنة. هقلب الجمبري مع السبايسز والزيت كويس، وبعدين هسخن الطاسة واحط زيت زيتون، وهنزل الجمبري ياخد لون. لما ياخد لون من اول ناحية هقلبه الناحية التانية. خلوا بالكم الجمبري مبياخدش اكتر من 5 دقايق بس على النار. كده الجمبري استوى، هشيله على جنب. وفي نفس الطاسة هحط حتة زبدة كبيرة وزيت وتوم مفروم، وهحط بقدونس. انا استخدمت بقدونس من باب الشام. وهحط معلقة صلصة كبيرة، ودي كوباية من مية سلق المكرونة. وهحط من كوباية ونص لكوبايتين كريمة حلويات، هسيبهم يغلوا مع بعض. وبعدين احط لهم جبنة مبشورة، انا حطيت بارميجان ومكعب مرقة، وده اوبشنال. هظبط الملح والفلفل وارجع الجمبري بالصوص بتاعه، واحط عليهم الباستا اللي انا سلقاها. هسيب الباستا مع الصوص 10 دقايق وازود لها جبنة مبشورة، وهتاكلوا احلى باستا بالجمبري.